تأتي لك الفرصة فيجب أن تستغلها كما يكون. جميع فرق الدوري بتهدي الأهلي الدوري بداية من الدور الأول على طبق من ذهب. إزاي؟ هقول لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان. معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقة اليوم حلقة تكون مليئة بالأحداث المثيرة والكثيرة، ولكن فضلا وليس أمرا قبل بداية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك في أول كومنت، تقدر تعمل اد أو فولو. صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في نهاية شهر يناير وفي بداية عام 2023 الزمالك يحقق فوزه الأول على من؟ على فيوتشر صاحب المركز الثاني بالدوري. لكي يتم وقف نادي فيوتشر ولكي ينتصر نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف ويصعد من المركز الخامس إلى الرابع ويعطل فيوتشر عن مزاحمة الأهلي على المركز الأول في الدوري، ليس كذلك، بل بيراميدز يتعادل أيضا بنتيجة 2-2 مع نادي سيراميكا بعد طرد المدافع أحمد سامي مدافع نادي بيراميدز، لكي يعود نادي سيراميكا في الدقيقة 90 عن طريق لاعب النادي الأهلي السابق صلاح محسن، علشان بيراميدز هو كمان يتعثر وفيوتشر يتعثر والزمالك يقفز من المركز الخامس إلى المركز الرابع، ولكي يتسع الطريق أمام الأهلي بعد العودة من كأس العالم للأندية لكي ينفرد بالمشهد وحده. وزي ما احنا عارفين الأهلي متأجل له ماتشين، ماتش مع حرس الحدود وماتش مع المقاولين العرب. بعد رجوع النادي الأهلي بإذن الله من كأس العالم يبدأ الأهلي يلعب المباراتين المؤجلتين ويوسع الفارق بينه وبين فيوتشر إلى 12 أو 13 نقطة. فعشان كده بقول لك الفرق كلها تحاول تهدي الأهلي الدوري من بداية السيزون، علشان كده لاعيبة الأهلي لازم تستغل الفرصة أحسن استغلال. أنت مفيش عندك هدايا أكتر من كده. فيوتشر بيديك هدايا، بيراميدز بيديك هدايا، الزمالك بيديك هدايا، عليك إنك تستقبل الهدايا دي وتستغلها أحسن استغلال، لأن الفرص ما بتجيش كتير. فعليكم يا رجالة الأهلي بالله عليكم بعد العودة بإذن الله من كأس العالم للأندية عايزين نرجع الدوري في الجزيرة من تاني. ولكن أنا عندي شوية تعقيبات. النهاردة في مباراة الزمالك وفيوتشر الثلاث أهداف بالثلاث أخطاء دفاعية ساذجة. هتقولي طيب ماشي، أنت واحد أهلاوي طالع بتتكلم عن الدفاع ليه؟ أنا بقول اللي عليا زي ما أنا معودكم. أنا بتكلم بإن الدفاع حاليا في مصر أبيض لكل الفرق، مش بتكلم على فرقة واحدة. شفنا الهدفين اللي جابهم نادي الزمالك، وحتى الهدف اللي أحرزه مروان محسن لاعب النادي الأهلي السابق أيضا بخطأ فادح من اللاعب محمد عبد الغني، اللي أنا شايف من وجهة نظري لا يصلح للعب في فريق حتى في منتصف الجدول. محمد عبد الغني في غياب محمود حمدي الونش بيقدم هدايا لكل الفرق المنافسة لنادي الزمالك. صخرة كبيرة في دفاعات نادي الزمالك بيستغلها جميع الفرق حتى الآن، مما يؤدي إلى انهيار دفاع الزمالك بشكل تام. ده طبعا بيعاني نادي الزمالك منه بعد إصابة محمود حمدي الونش، ربنا يقومه بألف سلامة. احنا بنتمنى السلامة لكل اللاعبين بعيد عن الانتماء أهلاوي الزملكاوي الإسماعيلاوي أو أي فريق تاني. علشان كده بقول ان الدفاع عندك ابيض، ما بالك بان دفاعات اكبر الفرق بتقدم المستوى الهزلي ده. هيكون دفاع المنتخب بتاعك بعيد عن اللعيبه المحترفه. اسمع اللي انا بقوله كويس، بعيد عن اللعيبه المحترفه. هو ده حال الدفاع بتاعك في جميع الفرق المشاركه عندك. ومن ثم ايضا نادي بيراميدز زي ما ذكرت تعادله مع نادي سيراميكا كليوباترا، كل ده بيوسع الطريق للنادي الاهلي علشان يقدر الأهلي يركب الدوري ويقدر ينهيه كمان بإذن الله وبعون الله قبل نهاية المسابقة فيما بعد إن شاء الله، على الأقل ب5 أو ب4 جولات. وعندنا كمان خبر مهم جدا، هو إن الاتحاد المصري قرر وقف التعامل مع مرتضى منصور، بمعنى إن في
كان مرتضى منصور بيطلع يشتم في الناس، بيطلع يقلل من الناس، وعليه كان بيحصل فيه بلاغات. طبعا البلاغات كترت من لعيبه معتزله سابقه قبل كده، من كابتن محمود الخطيب، ومن مما ادى ان الشكاوي دي كلها راحت في بيانات لاتحاد الكره المصري، اللي قرر وقف التعامل مع مرتضى منصور. انا ما بذكرش نادي الزمالك، انا بذكر شخص مرتضى منصور. طيب ده بناء على ايه؟ بناء على ايه اللي هيتم؟ حاجه من الاثنين، والحاجه الاولانيه والاكيده بانه هيتوقف بمده لا تقل من 3 ل 6 اشهر، دي اول حاله. الحاله الثانيه ممكن يتوقع عليه غرامه ماليه قدرها كبير جدا. هيجي يطلع يقول لك النادي ما فيهوش فلوس، هدفع الغرامه منين؟ اذا الحاله الاولى هي الاقرب، انه ممكن يتوقف، ودي الحاله الاكيده، مش ممكن، دي الحاله الاكيده انه ممكن يتوقف عن عمله، بمعنى اصح وبلغتنا العاميه بانه يتجازى بسبب البلاغات وبسبب البيانات اللي طلعت وبسبب انه بيطلع يغلط في ناس كتير بصراحه. علشان كده قرر الاتحاد المصري لكره القدم وقف التعامل مع مرتضى منصور. شفنا النهارده تصريح من رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، طلع وبرضه وجه رساله برضه لمرتضى منصور وقال له انا اهلاوي، علشان كده اديت احمد القندوسي للاهلي. وزي ما ذكرت احمد القندوسي في الصيف اللي فات كان النادي الاهلي بيتفاوض معاه، ولكن نظرا لضيق الوقت وبعد اغلاق القيد طبعا الصفقه كانت اتاجلت علشان يدخل نادي الزمالك فيها. ولكن انا زي ما قلت نادي الزمالك ما فيهوش فلوس، كان هيدفع $1,000,000 في اللاعب استحاله. علشان كده الاهلي لما كلم اللاعب تاني، وزي ما قلت في الحلقه بتاعت امبارح بان اللاعب فضل الانتقال للاهلي لاسباب انا قلتها امبارح، بان الاهلي عنده استقرار، الاهلي نادي بطولات، الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه، الاهلي بطل افريقيا. فاي حد بالعقل وبالمنطق سواء اهلي او زمالك او اهلي واي فريق تاني، قلت لك حط نفسك مكان اللاعب، هو هيختار الصح، الا اذا كانت العقليه بتاعتك رايده حاجه تانيه. تمام. هنيجي كمان لخبر بالنسبه لنادي الاسماعيلي، بان احمد حسام ميدو قرر الاعتماد بشكل دائم على تصعيد الناشئين في الفتره المقبله مع بعض العناصر الاساسيه اللي هيتم الاعتماد عليها، وقال ان الفوز على نادي الداخليه بنتيجه 3-1 هي اولى خطوات عودة نادي الإسماعيلي لمركزه الطبيعي في جدول الدوري بعد تعثر دام لمدة 4 سنين. علشان كده ميدو قال أنا هعتمد على اللاعيبة دي، تصعيد لاعيبة ناشئين مع الاعتماد على اللاعيبة اللي موجودة معايا في الفريق الأول. هنيجي كمان علشان نختم حلقتنا والأخبار تكون خاصة بالنادي الأهلي. الأهلي النهاردة قدم مردود قوي جدا في التدريبات، في اولى تدريباته في الجلسه اللي حصلت ونزلت على موقع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، باين الجديه، باين الالتزام، باين الاصرار. باذن الله باذنك يا رب بدون مقاطعه الرجاله يكونوا على قدر المسؤوليه، يقدروا يوصلوا لابعد نقطه في بطوله كاس العالم للانديه. مش ابعد نقطه ان هم يجمعوا نقط عشان ما حدش يطلع يحفل ويتكلم، ابعد نقطه ان ممكن باذنك يا رب بدون مقاطعه يوصل للمباراه النهائيه، وليه لا يفوز بكاس العالم. حق مشروع للنادي الاهلي ولاي فريق مشارك في كاس العالم للانديه. فباذنك يا رب النادي الاهلي قادر على تصنيع المعجزات. الاهلي اللي كسب ريال مدريد، الاهلي اللي كسب روما، الاهلي اللي كسب بنفيكا، الاهلي اللي كسب بايرن ميونخ، الاهلي اللي كسب اياكس، الاهلي اللي كسب بورتو، الاهلي اللي كسب وكسب قادر انه يكسب من تاني، قادر انه يرجع الامجاد، قادر انه يرجع الانتصارات. خليكوا دايما في ظهر النادي الاهلي، ادعموا النادي الاهلي مهما يحصل، وحط تحت كلمه مهما يحصل 100 خط، لان النادي الاهلي عمره ما بينكسر ولو وقع عليه 1000 قومه. نادي الوطنيه، نادي القرن، نادي البطولات. اشوفكم على خير في حلقه بكره، اشكركم والسلام عليكم والى اللقاء. ولكن لا تنسوا الدعم، كل الدعم ثم كامل الدعم لنادينا المفضل نادي القرن، النادي الاهلي.